السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا النهارده هنعمل فرخة مشوية. ماشي، شوفوا كده معايا بقى ايه الطريقة مع بعض. معايا هنا بصلتين وطماطمايه، والبهارات بتاعتي بهارات فراخ وفلفل وكاري وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وشوية كزبرة. يعني كل حاجة نص معلقة بهارات الفراخ. معايا هنا ربع كوباية من اللبن. هحط عليها نص ليمون عشان انا عايزاه يبقى زبادي. ماشي، لو في زبادي ما فيش مشكلة، حطي على طول الزبادي عشان الزبادي ده بيطري لحم الفراخ جدا، بيخليها جميلة يعني. وطبعا الملح بتاعك بقى زي ما انت ما بتحبي. تمام، تضربيه في الخلاط ويطلع بقى كده بالشكل والريحة. كانت ريحته فظيعة يا جماعة والله. معايا الفرخة بتاعتي هنا مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. تمام، يعني بتبقى وسط كده. بتنضفيها بقى التنظيفة بتاعتك الحلوة. بشيل منها انا اللي هي الكبدة اللي بتبقى في النص ديت، وبشيل منها اي حاجة مش عجباني. تمام، وتمسكيها بقى ايه، بتروقي عليها بقى اللحم بين اللحم والجلد وتظبطيها واللحم نفسه بتفتحيه. يعني انا بصوا معايا هنا كده هفتحه قدامكم. ماشي، بصي همسك السكينه وهعمل ايه، مش هغرزها، انا هفتحها. يعني بصي فتحتها كده 3 حتت من الناحيه دي، و3 حتت 3 فتحات قصدي من الناحيه دي، و3 فتحات من الناحيه التانية. بصي، وتحطي بقى التتبيله دي جوه الفتحات. كان الصدر يا جماعه طري وجميل ما شاء الله، اللهم بارك. بصي بقى الطريقة معايا كده كمان، طريقة الشوي نفسها هتعجبك ان شاء الله، هتجربيها والله ان شاء الله بإذن الله تجربوها. بصي يا ستي بقى هنا ايه، بتمسكيها كده وتروقي عليها بقى من تحت الجناح ومن كل حتة بتمسكيها تظبطيها وتكتفيها بقى ايه التكتيفة بتاعتك. شوفي انت بقى بتعمليها بخلة، بتعمليها بخيط، زي ما تحبي حضرتك. بصوا بقى هنا هنعمل ايه. معايا صينية فيها كوبايتين مية وباقي التتبيلة. وتحطي يعني سنة ملح كمان، شوية ملح. ماشي، وهتحطي ايه بقى، هتحطي هنا القنصة والكبدة. ماشي، القنصة والكبدة بقى، وشوفي لو في اي حاجة انت كمان يعني زيادة عايزة تحطيها هنا حطيها. ماشي، هنا بقى بصي يعني بقولك انت لازم بتفتحيها من جوه كده عشان تبقى ايه تستوي معاكي من كل الاتجاهات تكون مستوية معاكي. تمام، بصي بقى هنحطها ازاي. بصي في الارضيه هتحطي الصينيه عشان اي حاجه بتنزل من الفرخه تنزل في الصينيه دي. ماشي، بصي تحطيها، انا بحط الفرخه نفسها على الشبكه. بصوا بقى القمر، شايفين ما شاء الله والله يا جماعه طلعت مستويه من كل الجهات، من الناحيه دي ومن الناحيه اللي ورا. وبصوا هوريكم دلوقتي كمان اللهم ذكرني يا رب الورك هيبقى عامل ازاي، مستوي مهري اصلا يعتبر يعني. بصوا بقى هنا شايفين الورك، بصوا الدبوسة دي كانت يا جماعة والله العظيم اللهم بارك يا رب جميلة جدا جدا جدا. بصي ما شاء الله عليها يعني. واللي هو الشوربة اللي نازلة ديت فظيعة برضو، كنا بناكلها كده مع الرز، كانت جميلة جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم والله. يعني كنت عاملة شوية قلقاس بقى وشوية رز وايه، كانت اكلة اللهم بارك يا رب. جربوها بإذن الله هتعجبكم يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.